هذه الوقفة الاحتجاجية على الأمر يعني هو الخروج، لأنه هذا الشارع يخص الجميع من المواطنين والأطفال من مدينة الطيبة، وعدم قيام الشرطة في الواجب وعملية الطيبة. أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى بأن ابني يكون آخر ضحية في هذه الحوادث، وكمان مرة بشكر جميع الذين يكونون في هذه الوقفة من الشباب والنساء والرجال وجميع الكوادر، وأتمنى بأن تكون هذه آخر ضحية. بدكم تسووا شيء بعد المظاهرة؟ نحن لا نريد أن نعمل مظاهرة إلا وقفة احتجاجية فقط، لا نريد العنف ولا نريد أي شيء غير العنف، إلا أن نكون في أمان في جميع الشوارع في الطيبة وفي شارع 444، وهذا أقل ما يمكن أن نعمله. وبارك الله في جميع الذين شاركونا في هذه الوقفة الاحتجاجية. شو الرسالة اللي بتوجهها لرئيس اللجنة المعينة ولا الشرطة؟ أولا أنا آسف على أنه رئيس اللجنة المعينة لم يشارك في العزاء، لأننا أردنا أن نقول له وننادي ونصرخ بأن شوارع الطيبة ليس فيها مطبات وليس فيها تخطيط معابر وليس فيها إنارة. فأنا نأسف جدا لأنه هذا الرئيس أنا أعرف بأنه يدعونه للولائم، فقط للولائم يدعو وليس لغير ذلك. ماذا توجه كلمة للمرشحين رئاسة بلدية الطيبة القادمين إن شاء الله؟ أنا سبق وتوجهت وأتمنى التوفيق لكل من يكون رئيسا مهما يكن، وأتمنى لهم التوفيق، ونأمل بأنهم يعملوا أزيد وأزيد، وأن يقوموا بالواجب تجاه طلابنا، تجاه رجالنا، تجاه نسائنا، تجاه مدينتنا. شكرا لك وعظم الله أجرك. شكرا لك.